نعرف الدين صحيح، هذا أنا فزعنا لك. قال طيب، جابوه بصم، هو بين مصدق ومتصدق، بصم مبروك تنازل وما ادري وشو، جو تنازل، ودوه للمحكمة. إلى الآن شاك. راح المحكمة تنازلوا عنه، قالوا خلاص سب هذه 170,000 وتوكل على الله، تعال تذكره والمطار. تبي تجلس ولا تبي تروح؟ قال لا بروح. قال المطار. قال دقيقة، أنا ما صح كلامك الآن، أنا صدقت، بس أنا قبل أسافر أبي أسلم، أبي أصير زيكم مسلم. فأعلن إسلامه ونطق الشهادتين وفرحوا بإسلامه الجماعة. هذا كما أنا سمعت يا جماعة الخير، كما سمعتها مثلكم، كثير منكم سمع القصة دي، سمعناها بالطريقة هذه. فأعلن إسلامه وأخذ الفلوس وسافر للهند. انتهت القصة. سلامتكم، هذه القصة كاملة صحيحة كما سمعناها وترددت في المجالس ذيك الأيام. الآن مع الفيلم اللي نزل الآن، الفيلم غير حقائق كثيرة. الفيلم ما أحسن، يعني قال إنه فعلا خذه من المطار وتعامل معه واشتغل عنده السنوات، نعم، وبعد السنوات أنحاش، هرب هو وشخص أفريقي وشخص ثالث هندي كان جاي معه في المطار، الله أعلم. يوم يجون وحصل عليه نفس ما حصل على صاحبنا في القصة هذه، فأنحاشوا في البر في غيبة من معازيبهم أهل الحلال، وراحوا يمشون وخذوا أيام ليالي وهم على الوجه يبون الطريق، ولكنهم صار في عواصف رملية وكذا، ومات واحد والثاني والله مدري فقد أو مدري مات سوداني. المهم أن سلم صاحبنا في القصة هذه ودخل وصل الشارع. تخيل يعني واحد بيموت هلكان في السعودية ويمر السيارة سيارتين ثلاث ما ويقول دود ولا يوقفون عنده. يا أخي حنا ترى حنا رحومين وفينا خير، ما حنا بوحوش كما صورنا الفيلم. حرام الظلم هذا. غبني والله البارح سهرت عليه، أقسم بالله إني غبنت أنا. زودنا عنهم ماخذين القصة ولا لا، وكاتبين هذا الفيلم من قصة حقيقية. خزاكم الله. لا بالله مي بقصة حقيقية، قصة مكذوبة. صح إني أنا اللي قلت أولها وإنهم توافقوا معي في بداية القصة، لكنه خلوه ينحاش ويموتون ذولا في الصحراء، هم يقف على الشارع وما حد يقف له، ويا الله وقف له واحد. شوفوا الشخص الوحيد في الفيلم السعودي اللي فيه إنسانية، شاله وعطاه ماء ووصل به الديرة ونزله، حتى ما وداه مستشفى ولا عطاه فلوس. والله لو ما معي إلا 100 ريال أعطيه إياه كلها على هالحالة. تشوفوا الفيلم أنتم. فلا وشوفوا لاحظوا يوم شالوه خذوه الهنود ونظفوه وغسلوه وحلقوه ودوه للجوازات أو اللي منتهي كفالتهم، ما ادري يسمونه، مخالفين الأنظمة. فحجروهم عمال، ويدخل السعودي كذا مشخص بعقال، طبعا مو بسعوديين كلهم، يدخل كذا ويتفرج عليهم كذا، وإذا لقى الهندي اللي منحاش منه اللي هو كفيله مسكاه بالعقال. العقال نزل في الفيلم يمكن 70 مرة، طا 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 وراه يا أخوي. هذه الشوارع مليانة هنود، ما قد شفنا كفيل يطق واحد. صح أنه قد يحصل الشيء هذا، ما أبرئ نفسي، الناس لا أمرتم بالسوء، لكن مو بالوحشية ذي. بعد فيه هنود مجرمين وقتلوا في السعودية، صح ولا لا؟ فيه ناس صاروا مصانع خمور. أنا مي بحرب بينه وبين الهنود، احنا نقول إن البشر أينما وجد البشر وجدت الجريمة.